حصل ده مش عادي خالص وما يتعداش كده. يعني ان اهلي جده السعودي ياخد دوري ابطال اسيا دي مش حاجه عاديه. يعني هي مش بطوله عاديه ولا بطوله قاريه ولا كاس ولا، يعني انت عارف لو الاتحاد خدها، لو النصر، لو الهلال، ايش اقول لك عادي. انما الاهلي انت بتتكلم في فريق من 3 سنين بالظبط هبط درجه تانية. يعني انت متخيل تكون بتشجع فريق جماهيري من الاكبر في القاره في البلد، فريق عريق، يعني مثلا زي لو انت بتشجع الاهلي المصري او الزمالك او الاسماعيلي يهبطوا درجه تانية، الموضوع كبير. يعني انت الفريق ده خلاص ما فيش ولا اداره ولا لعيبه ولا اي حاجه، يعني هبط درجه تانية بقى خلاص. فانت متخيل الجمهور يفضل معاه ويفضل يشجع والاداره تقعد تبني تاني وياخدوا الدوري يلو في نفس السنه اللي هو بتاع الدرجه الثانيه، وطبعا السعوديه كلها تقعد تتريق عليهم على دوري يلو ده، ويصعدوا دوري روشن تاني ويبقوا مركز ثالث ويتاهلوا دوري ابطال اسيا. كل ده انت بتتكلم في 3 سنين، ويعملوا فرقه رياض محرز بقى وجالينو وفيرمينيو وفرانكيسيه. ده في شويه لعيبه انا شفتها النهارده في الماتش، ايه يا جدعان ده؟ وبعد كل ده ياخدوا دوري ابطال اسيا للنخبه. انت متخيل انت فين وبقيت فين؟ فاللي حصل ده مش طبيعي. فريق من درجه تانية يعني خلاص كل حاجه فيه بايظه، مفيش حاجه فيه صح، مفيش حاجه فيه ممكن تتظبط، لفريق بعدها ب3 سنين بالظبط دوري ابطال اسيا. لا، وبيكسب مين في نص النهائي؟ الهلال اللي هو انت لو سالت اي مشجع هلالي قبل الماتش يقول لك انت ولا الاهلي، اي مشجع هلالي يقول لك احنا هنكسبه واحنا نايمين. المفروض الهلال ده فريق ايه بقى؟ ما بيخسرش. فيجي الاهلي اللي هو لسه كان طالع من دوري الدرجه الثانيه واللي الدنيا كلها كانت بتتريق عليه يكسبه وياخد دوري ابطال اسيا. وبعدين دايما في ماتشات النوك اوت برضه، عشان ايه، في حاجات كده يعني بتبقى معروفه، دايما في ماتشات النوك اوت او خروج المغلوب مش دايما اللي بيكسب بيبقى هو الافضل. عادي انت ممكن تلعب جيم دفاعي ومش عارف ايه ومرتدتين ولا حاجه وتكسب. لا، اللي حصل مع الاهلي اللي انا شفته في ماتش الهلال ولا في الماتش بتاع النهارده، لا ده كان مسيطر على الماتش ومسيطر على الفرقه بالطول وبالعرض ومن فوق وتحت وشمال ويمين ايه يا جدعان ده؟ ايه ده؟ في نقطة تانية مهمة جدا، المدرب بتاعهم يا سيليا ده، المدرب ده اللي الدنيا كلها هناك في السعودية في اهلي جدة كانت خلاص عايزة تمشيه، وخلاص بقى بيطالبوا باقالته، ومدرب مش عارف يعمل حاجة، ومدرب تعبان وعيل صغير عنده 38 سنة ومش قادر يشيل الفرقة. بس هو فضل مكمل والإدارة فضلت واثقة فيه وادوا فرصة تانية بعد النتائج اللي كانت مش أحسن حاجة شوية. دلوقتي بياخد دوري أبطال آسيا. اللي حصل ان انت كنت بتلعب بشخصيه. الاهلي النهارده في الماتش ما كانش في حاجه غلط عملها. الاهلي النهارده طب في 3 لعيبه، 3 لعيبه دول كانوا فظاع النهارده في الماتش. مجرشي انا كنت بشوفه في كل حته، يعني انا كان ناقص اشوفه فوق في المدرجات مع الجمهور واشوفه قاعد على الدكه وهو اللي بيلم الكور. مجرشي كان مش طبيعي. طبعا ايبانيز المدافع ده انا بتكلم دايما وبقول ده من افضل المدافعين في العالم بالمستوى اللي بيقدمه. المدافع ده بيلعب النهارده على اصابه، من اول الماتش هو بيلعب على اصابه، ومع ذلك انت يعني ده لوحده ب5 6 لعيبه. ايبانيز ده مش طبيعي، بيهاجم وبيدافع في الحالات العاديه وهيدرز وبصير وبيعرف يخرج بالكره، متكامل من احلى. يعني يقدر يلعب في ريال مدريد وبرشلونه وارسنال والسيتي، مدافع متكامل. وكده كده جاي من روما وقبلها كان اتلانتا. وطبعا مندي حراس المرمى. ال3 دول لوحدهم النهارده كانوا وحوش في الملعب. انت بتتكلم الاهلي النهارده اللي عمله مش طبيعي ان انت تبقى من 3 سنين بالظبط في دوري الدرجه الثانيه النهارده بتاخد دوري ابطال اسيا للنخبه ومطلع الهلال في نص النهائي وبتلعب ماتش نهائي بالطريقه دي. ماتش نهائي ما تهزتش ما عطلتش، انت خسران 2 ومع ذلك انت الاقرب للثالث عادي جدا، والفريق اللي قدامك كوزاكي الياباني مش عارف يعمل حاجه. فلا، الاهلي النهارده ده درس كده، درس ببلاش لاي فريق عاوز ينجح. مش عاوز ينجح بس، عاوز ينجح ان هو كان دوري درجه ثانيه، ان هو كان خلاص ما فيش فريق يعتبر، وعاوز ينجح ياخد دوري ابطال اسيا من عتاوله القاره. اتفرج على الاهلي واللي عمله في ال3 سنين اللي فاتوا دول. بجد مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك يعني اي حد فرحان في الاهلي للاهلي، مش في الاهلي، اي حد فرحان للاهلي فهو مبروك. انا مش مشجع الاهلي السعودي خالص، بس اللي حصل النهارده ده كان حاجه مش طبيعيه تجبرك ان انت تشوف الفريق ده فريق عظيم في اللي عمله في ال3 سنين دول.